حديثي مع الصديق المبدع أبو بكر الصدقي والصحفي اللامع أبو بكر الصدقي، وقصة رائعة. تفضل. التقديم سريع يعني. قصة قصيرة. قصة قصيرة بعنوان الساعة 00:00. الساعة 00:00 تشير إلى وقت قيامه من نومه من على المرتبة ذات اللون الكحلي. يتحرك على جانبه الأيمن مستعدا للذهاب من مكانه إلى حيث يجب الذهاب، والمرتبة ضئيلة الحجم جدا، وهو نائم في تلك العلوية المفتوحة على المزارع في ظلمة الليل. يقول له: لا بد من قيامك للذهاب من مكانك إلى مكان آخر لكي تجد لك عملا. عملك سيجعلك تصل إلى المال بكل سهولة لكي تستطيع الزواج بمن تحب، ولترد على والدها الذي يقول عليك أنك هلف هايف لا تستطيع أن تصل إلى شيء في حياتك، لذلك هو غير موافق عليك. يتحرك على جانبه الأيسر حتى يستطيع أن يصل الناحية الأخرى من المرتبة المحدودة والمكان الذي قد يشاركه فيه أحدهم. لابد أن تتم العملية بسهولة، فالوظيفة المعروضة عليه تتم بطريقة سلسة تعطيه إمكانية التنقل من الأيمن إلى الأيسر دون عناء. يتحرك على ظهره محاولا الحصول على أكبر قدر من الراحة، لكن الساعة تشير إلى 00:00 وتسعى إلى الدق باستمرار. دقت ساعة العمل الثوري في طريق العمل الجبار. الوظيفة يجب الحصول عليها قبل أن تستعمرها تلك الكائنات التي تحاول الدك فيك يمنة مرة ويسرة مرة أخرى. الساعة 00:00 تدق باستمرار. يحاول أن يقف، لكن المرتبة الضئيلة التي كان عليها تستعلق على جسمه الضخم. يحاول أن يقف على أطرافه السفلى لكي يستطيع أن يقوم، لكن أطرافه العلوية تستند على المرتبة محاولة الصعود.